السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة أمي، نقولكم إن شاء الله كامل لاباس عليكم. اللي دخلوا معنا جديد نقول لهم مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة القمح كما ترون في الصورة. القمح بعد ما غسلناه ونظفناه رايحين نلحوه على هذه الطريقة، نسموها تشيشة القمح. تكون ناشفة، نحضرها على طريقة أمي الله يرحمها. طريقة زمان كانوا يستعملوها بمواد طبيعية، وكانوا يستعملوها فطور الصباح، يستعملوها عشاء غداء. نحضروا قدرة نضع فيها حوالي 3 لتر من الماء ونصف، و3 كؤوب من طحين القمح. ونضع الطماطم تكون نضعها ما نرفوهاش، خلوها كما هي. رايحين كي طيب معانا رايحين نكرازوها. نضع الملعقة من الملح، 4 كوب من الزيت، ونضع ونخليه فوق النار لمدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة نروح نحو الطماطم اللي خليناها في البدرة، نكرازوها مليح. أنا عندي البرا ميكسور، عندي الميكسور. راني من أول الفيديو قلت لكم على طريقة أمي. زمان كان ما كانش البرا وما كانش كانوا يكرازوها بالمغرف في الطماطم. ما راكم تشوفوا في الصورة. والثوم نديرو في النصف الطياب، ونرجعو طماطم اللي كرازيناها نرجعوها للقدرة، نخلوها لمدة 10 دقايق. كما ترون في الصورة لازم هذا الحساء تاع التشيشة يكون ناشف، ما يكونش سائل. وناشف لأنك تاكلوه بلا خبز، تاكلوه وحده ناشف. تحطوا معاه زيت الزيتون يبدا تاع بقري أو سمن غني. وكما تعلمون لأن القمح راه صحي، لازم لازم ناكلوه في الشهر مرة، لازم، لأننا ناكل في الفارنة راها مضرة كما تعلمون الأطباء ينصحون بها، مضرة للإنسان وشهية طيبة. نتمنى تجربوها وتنجحكم، وما تنسوناش باللايك ربي يحفظكم إن شاء الله. جربوها راها بنينة بزاف، صحية، ترحموا على الوالدين إن شاء الله، الله يرحمهم إن شاء الله ويرحم أمة الإسلام. ما تنسوش تحصنوا أنفسكم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بس